السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا وبحبكم جدا جدا. النهارده هنعمل مع بعض لبرج الحمل التوقعات العاطفيه لفتره من 23 30 نوفمبر 2022. عايزين نعرف برج الحمل وضع العلاقه، المشاعر، نوايا، الخطوات، مصير العلاقه في المستقبل القريب. رساله حبيبك ليك ايه خلال هذه الفتره؟ نصايح التارو. بس قبل ما ابدا القراءه، فضلا انه ليس امرا، ما تنسوش شير، لايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبه للقراءات المجانيه تتابع البث المباشر على القناه. اما القراءات الخاصه بسيب لينك الفيسبوك، رقم الواتساب، صندوق الوصف، تقدر تتواصل معي لحجز قراءه خاصه. برج الحمل، هذه قراءه عامه تكاد تنطبق او لا تنطبق. القراءات العاطفيه ربما تكون معكوسه. شوف طاقتك فين اثناء القراءه وروح لها. ارمي طاقتك معايا يا حمل على الورق من 23 30 نوفمبر 2022 عاطفيا. يلا بينا. هم. برج الحمل، يعني الواضح كده ان في شخص واقف في الطريق بينك وبينه ومش عايزكم لبعض، وعامل ظروف كتير جدا جدا للشخص ده ومخليه بعيد عنك. كل ما بيحاول يقرب يعمل له مشكلة يبعده عنك، بيشد بكل الطرق علشان يبعد عنك. انا بشوف ان الباب ما اتقفلش بينك وبينه، ولكن في صد كبير، او العلاقة واخدة شكل الفتور، او شكل ان احنا لازم نبعد لفترة مؤقتة، او الامور مش مظبوطة، نستنى شوية. يعني موضوع واخد شوية ايه، ستيب فور باي ستيب، يعني واحدة واحدة، خطوة خطوة. انت طاقتك فيها تو سورس، الايت اوف فونز. انت خايف، انت مش عارف هل العلاقة دي بترجع ولا خلاص دي النهاية. هل الحكاية ديت هتنتهي على كده، ولا العلاقة دي بتاخد شكل زواج او ترسيم. الايت اوف وانس كأنك مستني اخبار ومش عارف هل الاخبار دي هتكون لصالحك او ضدك. ولكن انت حاسس ان في تغيير جاي، انت مش عايز تشوفه. لان انت خايف، بس انت من جواك انت رافض كل الدنيا علشان هذا الشخص، وانت عايزه جدا. اتجرحت منه، نعم، انت مجروح منه كتير. وان هو يتخلى عنك او يقولك استنى دي حاجة اذياك او تعباك، ولكن انت برضو مش قادر تتنازل عن احلامك معاه، مش قادر تتنازل عن حقك فيه. انت حاسس ان انت استنيت كتير وعملت حاجات كتير عشان العلاقة دي، فليه هي تنتهي بالشكل ده؟ وليه الامور دي تحصل كده؟ فكأنك يا حمل متمسك بيه داخليا، رغم ان انت خايف او مش حاسس بالامان في هذه العلاقة. بس انت لازلت محتفظ بهذا الشخص رغم ان انت زعلان منه او متضايق منه. ممكن كمان قالك كلام ضايقك، فانت هنا برضو زعلان منه. برج الحمل، الشخص دوت شخص 5 سورس ذا ماجيجن. عنده كل الامكانيات اللي يقدر يحارب بيها الدنيا عشانك. عموما طاقته حلوة. ممكن بيحاول ان هو يهدي الدنيا معاك بس عشان يصفي اموره او ينهي الصراع اللي بينه وبين الاشخاص الاخرين. انا بشوف ان طلبه ده او طريقته معاك الفترة ديت علشان الامور بينك وبينه تبقى اوضح واسرح وافضل. لان هنا عنده المشاعر بتقول ان انا عايز زواج، وان انا بفكر وبخطط ومن اجل ترسيم، مش علشان اهزر معاك ولا عشان وقت معين وخلاص. الشخص ده بيحبك وعايزك معاه الى ما لا نهايه، لنهايه العمر، وهيحارب علشانك وهيتحدى علشانك. بس انت محتاج تصبر اكتر من كده، وتريس تتاكد ان انت لو امنت بان العلاقه دي بتكمل فهي بتكمل. بيشوفك هنجة مين، بيشوفك ان انت خايف تضحي عشانه، وان انت بتحبه جدا وعايزه قوي ومتعلق بيه ومش عايز تتحرك من غيره.
اما انت بتشوفه السيفن اوف سورز ان هو مش عايز يخسر حاجة، وانه ممكن يكون شخص بيخدعني او بيكذب عليا، او عايز يتمسك او يفضل حاجة تانية عليا وبيلعب معايا وبيقول لي استنى على الفاضي. فهنا انت خايف من هذا الشخص وحاسس انه بيلعب بيك. بص بقى الرسائل. اول مسج تاني: بحبك، بفكر فيك، هبذل الوقت والجهد عشان العلاقة دي تكمل ويكون فيها استقرار وتكون علاقة علنية تحارب كل حاجة، يكون نورها أقوى من الضلمة اللي محيطة بيها. برج الحمل، أنا بشوف إن الشخص دوت أمنياته معاك صريحة جدا وفيها التزام، فيها زواج. خوفك منه مش مبرر إلا إن هو خوف داخلي، ولكن الحقيقة هذا الشخص بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يكون معاك. فاصبر واستنى عليه اكتر من كده، وحاول يكون عندك طاقة ايجابية اعلى من دي يا برج الحمل. نكمل. برج الحمل، عندنا هنا نوايا هذا الشخص اتجاهك الكينج اوف بنتكل مع الهاي بريستس، والكلام ده معناه ان الشخص ده عايزك وعايز يحتفظ بيك وعايز يكون معاك وعايز ينهي وضع الغموض اللي هو فيه معاك دلوقتي. هاي بريستس الشخص ده رغم ان هو من جواه او من براه هادي، الا ان من جواه نار وبركان. الشخص دوت عايزك وعايز يكون معاك ومش قادر يشوفك مع حد غيره. بيخطط الفترة ديت عشان الاحتفاظ بيك بشكل علني وبشكل دائم. خطوات الفترة اللي جاية هو انسحاب مؤقت من أجل استمرارية العلاقة إلى ما لا نهاية. ذا لافرز بيقول لي في اتحاد في هذه العلاقة بيحصل يا برج الحمل، وأنا بشوف إن العلاقة ديت بتصل لمرحلة الانسجام والاتحاد حتى الانسجام الجسدي. عندي هنا السترونج مع السيفن اوف بنتكل، نهاية فتور وبداية جديدة قوية فيها استقرار، فيها مش عايزه اقولك تملك، بس فيها ان انتوا الاتنين هتمتلكوا بعض، فيها حب متبادل، فيها تفاهم متبادل. علاقة هتكون وسط الناس كلها وعلاقة هتكون قوية جدا جدا. هتحاربوا حاجات كتير عشان تكونوا مع بعض ومحتاجين تصبروا على بعض. العلاقة فيها اشخاص مش عايزاكم لبعض، ولكن انا بشوف ان الكون بيدعم العلاقة رغم ان مشاكل كتير، ان الفترة اللي هترجعوا فيها او هتكونوا مع بعض فيها هي فترة قصيرة مش فترة كبيرة. الفترة اللي انت حاسس فيها ان دي نهاية الدنيا هي بتحمل ليك بداية جديدة. خلي بالك. نصيحة التارو لينا: هيحصل شيء غير متوقع هيأكد لك ان هناك بداية اكيدة فعلية بتجمع بينك وبين هذا الشخص من اجل الالتزام او الترسيم. انا بشوف هنا اخرج من الطاقة السلبية اللي انت فيها، حب نفسك وحاول ان انت تشوف الكاس المليان مش الجزء المليان من الكاس مش الفاضي. اقوى على نفسك وخرج اي طاقة سامة من جواك. الفور سورس، انت نفسك محتاج ان انت تبعد شوية عشان تستعيد طاقتك اتجاه هذه العلاقة، لان انت فينش، انت طاقتك منتهية، فانت محتاج تعمل سستار مرة تانية لحياتك ولطاقتك النفسية. محتاج تراجع حساباتك في امور كتير جدا جدا برج الحمل. اول مسج بيقول لي خليك ايجابي، وعشان تكون ايجابي لازم تقرب من الله سبحانه وتعالى، لازم قربك من الله مهم جدا الفتره اللي جايه. المسج التاني بيقول لي افهم الشخص ده من جواه اكتر من كده. قله مفهمتك بيه وقله خبرتك مخلياك مش فاهم او مخلياك مش عارف، او ممكن تكون عندك خبره سلبيه. فانت لازم تكون بوزيتيف، لازم تكون ايجابي عشان امورك تمشي بشكل افضل واسرع. رسائل عامه البرج نفسه: في ناس كتير بتغير منك، ربما تكون أذياك، حاول تتخلص منهم وممكن يكونوا سبب في طاقة سامة معاك. مشاكل كتير وغيرة وخصام في محيطك ياما، حاول تتخلص منها الفترة القادمة.
الوقت مش مناسب ابدا ابدا ان انت تاخد قرار ان انت تنهي حاجة او تبتدي حاجة، ولكن مناسب ان انت تصبر وتفكر وتتريث، وهيجي الوقت المناسب اللي انت تاخد فيه قرارك يا برج الحمل. فعايزاك تكون صبور اكتر من كده. طاقات الابراج اللي نزلت معانا النهارده ناريه، ترابيه، هوائيه، مائيه. الابراج اسد، قوس، حمل، ترى، عذراء، جدي، سرطان، حوت، عقرب، ميزان، دلو، جوزاء. الابراج الكبيره: الاسد، الثور، العذراء، السرطان، القوس، الجوزاء، الدلو، الميزان، الحوت، القوس، الجدي. دي الابراج الكبيره اللي كانت موجوده معانا النهارده. بكده طبعا تكون خلصت قراءتنا مع بعض. شكرا لكم، اشوفكم على خير، هتوحشوني جدا جدا، مستنياكم في قراءات تانية كتير. لو عجبك الفيديو متنساش شير، لايك، اشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. باي باي.